انا قافله شقتي وفي 2 قرار ترميم للبيت وما اتعملش، وفي بيني وبين الملاك مشاكل، عملت لهم قبل كده اثبات حاله. قرار ترميم من الحي. طب حضرتك تصري او مين رضوى؟ حضرتك تصري على تفعيل قرار الترميم. لازم اشتري السيراميك والصحي وغيره. اصلي لاقي الفلوس في الشارع. انا دافع 50,000 تقديمه ازاي؟ يعني ايه؟ علوان مش فاهم يعني ايه دافع 50,000 تقديمه ازاي؟ يعني ايه؟ الناس اللي بتقول ان الحكومة هتدي مستأجرين شقق، انا عايزة اقول لكم ان من 3 شهور العمارتين اللي وقعوا في حدائق حلوان كان جالهم قرار ازالة، ومع ذلك الحكومة ما قدرتش توفر لهم شقق. فيعني شقق ايه اللي الحكومة هتوفرها ل 30 ولا 40 مليون مستأجر؟ انا يعني مش فاهمة. ونفس الحال بالنسبة لحلوان. التانية كانت حدائق ايه؟ استنوا كده، حدائق القبة. اللي كان جاي لهم قرار ازالة كان في حدائق القبة. كان من 3 شهور، والحكومة برضو ما قدرتش تجيب لهم شقق يعني. وبرضو الارض حصل هبوط في حلوان، في عمارة حلوان، وبرضو الحكومة ما عرفتش تجيب يعني 3 عمارات 4 عمارات الحكومة ما عرفتش تجيب لهم شقق، هتجيب ل 30 40 مستأجر. امر غريب. التزام بالاحكام الدستورية. 7 أصبحت 10. شكرا. لو حضرتك مكان الحكومة كنتي عملتي القانون ازاي؟ لا يعني بما ان الدستورية قالت زيادة، فاحنا لازم يبقى فيه زيادة. مفيش فترة انتقالية لان في احكام دستورية في 2002 وفي 2024 قالت ان في امتداد. وبالمناسبة الناس اللي عندها شقق تمليك وقلقانه ان يتم فسخ عقدها، برضو حكايه ان انت يبقى عندك شقه تمليك ويجي المؤجر يقول اصل هو عنده شقه تمليك لازم نطرده. كان مجلس الشعب اقر قانون زي ده واتقدم للدستوريه، والدستوريه حكمت بعدم دستوريه الامر للفصل بين التمليك والايجار. يعني الموضوع محسوم، يعني حتى اللي عنده شقة تمليك ومؤجر في مكان ما، المادة دي يتم الطعن عليها. في فرق بين حق التمليك وحق الإيجار. ثروت، رديت على سؤالك. لو أنا مكان الحكومة هعمل إيه؟ هزود الإيجار 5 أضعاف، كل واحد على حسب قيمة عقده، ويكمل الامتداد للجيل الأول ويسلم الشقة بعد كده. مش هنسيب بيوتنا. تمام. أنا سامعة إن هم مصممين على 7. في نقطة مهمة جدا، كمان 7 سنين هيكون ايه متوسط اعمار المستأجرين هم من دلوقتي يا جماعة. انتوا ليه متخيلين بعد 7 سنين هنتكلم في متوسط الاعمار؟ احنا من دلوقتي عندنا مستأجرين كبار، يعني كبار، في ناس كبيرة. بكرة الاخبار الرسمية ان شاء الله. ايوه بالظبط. مصطفى بكري بيهاجم مشروع القانون وبيطالب 7 سنوات بحذف مادة تحرير العلاقة. أكيد موضوع شقق الحكومة ده مرفوض، هو أساسا هي مش هتقدر عليه، يعني دي خدعة. آخر الأخبار إيه من فضلك؟ لسه هنعرف بكرة. أهلا مي، أهلا بيكي. أخبار الجلسة قلت بقى خلاص يا أمولة. أنا قصدي على تقديم شقق الإسكان. أنت عايز تقدم؟ ودفعت 50,000 في إيه؟ في شقق الإسكان؟ ابويا اجر لجوز عمتي من غير خلو وماتوا الاتنين. 3 بنات متجوزين، ابويا وعمتي وجوزها عنده وعندهم شقق وقافلين الشقة. الحل ايه؟ يعني انتوا ده موضوع عائلي بقى. يعني ده موضوع عائلي. ابوك مأجر لعمتك، عمتك اتوفت وعندها 3 بنات متجوزين بره الشقة. طيب ما تقعد معاهم قاعدة كده وتفاوضوا يعني. هو الحل قانون، مش عايزة اقول لك يعني. وضع الحفيد ايه لو المستأجر الاصلي اتوفى قبل 2002؟ الحفيد من حقه الامتداد. انا لسه سامع مستشار كبير كبير قد ايه يعني بيقول في عوار دستوري وايه هيترفض من المحكمة الدستورية اكيد. المحلات اخبارها ايه؟ احنا لسه مستنيين القانون، لكن هم عايزين ان انتوا تمشوا بعد 5 سنين، بس طبعا ده امر مرفوض يعني. بكرة الجلسة
هي فعلا اتأجلت للأسبوع. احنا بس لا، احنا سامعين ان بكرة هيتم التصويت. بكرة هيتم التصويت على يعني هنعرف بقى الرأي النهائي، هيأجلوه أسبوع ولا لا. هنعرف كل حاجة بكرة. بكرة أجازة. هو بكرة ايه؟ النهاردة ايه؟ الخميس كان بكرة، هو النهاردة ايه؟ نسيت. نسيت. الخميس. خميس 30 يوم اجازة. خلاص، يبقى عشان كده يبقى بكرة مفيش تصويت. عشان اجازة هيصوتوا فيه اجازة. مش اجازة، ده 30 يونيو. 30 يونيو اجازة. لو ما حصلش تصويت بكرة ايه الوضع؟ لا، لازم يصوتوا. ما هو المجلس مش هينفع يطلع القرار الا باغلبية الاعضاء، يعني لازم الاغلبية توافق. آه، اهم حاجة هنطرد ولا لا؟ ان شاء الله لا. الخميس بدل بكره. طب احنا هنشوف بقى، يعني هو عامه في المفروض ان هو يطلع القرار بكره. هنعرف بقى اتأجل او لا. بكره يطلعوا يقولوا لنا ايه الاخبار. ربنا يستر اكيد. يا بنتي، عملوا ايه قانون الايجار؟ لا، لسه ما فيش، لسه ما طلعش، لسه ما صوتوش، لسه ما حصلش اي حاجه زي ما احنا. آم، لو اترفض هيحصل ايه؟ لو اترفض على حسب شكل الرفض. ما في كذا اكتر من تصور للرفض. يعني ممكن يترفض على شكله ده فيتم تعديله، ممكن يترفض بعض المواد فيه، ممكن يترفض كله. ففي الحالة دي يطلع المجلس يقول لك لا والله احنا هنرجئه للعام القادم، هنرجئه للدورة الجاية. فمادام في ارجاء يبقى ما فيش اي حركة هتحصل، والوضع يفضل ثابت وبتدفع ايجارك القديم وقاعد في بيتك. عايزة اسألك، هو الطعن بعيد كتير، بيقعد كتير في المحكمة؟ لا، ما بيقعدش، لان انت هتطعن على مادة مين؟ نوسة. اوكي، هتقعد تعني على مادة اوريدي المحكمة مقرراها. فهو ما بياخدش مدة كبيرة، ما بين شهر شهرين يعني. اجراءات يعني، مش اكتر. ايه، حاسسهم هيوافقوا؟ الناس هتتجنن، تعبنا والله بجد. ربنا هيقدم الخير ان شاء الله. هيرفضوا مادة 7، وده اللي بيحاولوا يمرروه عن طريق مصطفى بكري. نستنى نشوف، لاني احنا برضو احنا في وقت اشاعات، وفي وقت كل واحد عايز يقول حاجة بيقولها. فانا بفضل ان احنا نستنى علشان ما نخشش في دايرة الاشاعات. لا، نعرف الحقيقة ونتحرك على اساسها. بكرة إن شاء الله. لو الملاك طعنوا على القيمة الإيجارية، طعنوا عليها إزاي؟ القيمة الإيجارية اللي مقدمها الحكومة؟ لا، ده خلاص هو هيبقى قانون. عايزين يطعنوا عليها هيخشوا بقى في المحاكم يعني. أوكي. البلد جمرة نار، الحقيقة. طب هو مش اكيد المادة التانية مش دستورية؟ لا، هو القانون كله غير دستوري. هو الدستوري الجملة الأخيرة، المادة الأخيرة اللي هو ايه: ويتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتم تنفيذه بعد نشره في الجريدة الرسمية. دي الوحيدة يعني. غير كده القانون هينزل أول انا مع الشهر. حضرتك اهو. أهلا بيك، أهلا، اتفضل. اهلا بحضرتك. هو انت دلوقتي ايه؟ انت يعني فين؟ انت فين؟ أنا صوتك في... جرار جنبك. لا، المروحة الجو حر. اه، ماشي. يلا نسمع. مروحة جامدة جدا. يلا قول. هو دلوقتي يعني الرئيس والنواب البرلمان بيعرفوا الكلام اللي احنا بنقوله على السوشيال ميديا ده، طبعا. ولا ما بيحسوش بالناس، ولا عايزين نعرف لا بقى. لا، عارفين، عارفين كل حاجة. طب ليه معذبين الناس في كل الكلام ده؟ ما يزودوا الأجرة ماشي، إنما طرد لأ. يعني مثلا الشقة دي أنا مولود فيها وشقة أبويا، تمام، امم. و... وما لناش مأوى تاني، نضطر نروح في الشارع. قادر على زيادة الإيجار لحد كام؟ أنت في منطقة شعبية ولا مفيش منطقة مشكلة. متوسطة؟ لا، منطقة شعبية والله، منشوط ناصر. منشية ناصر. طيب الإيجار بالنسبة لك منطقة المدينة؟ عشوائية كمان. بس أنا تمام. يعني أنا كنت بدأت خطوة إن أنا أوضب وأركب سيراميك وأغير كل الدنيا خالص. بس الحمد لله يعني معايا قرشين، بس لسه ما عملتش ده.
مستني اما اشوف هيعملوا ايه اصلا. اه انت لسه ما بدأتش. كنت هبدأ خلاص. اه يعني بس انا انت ابن كنت حلال هبدأ يعني. خلاص. ربنا يبارك لك اهو. ما كنتش بدأت تمام. لسه. اه هنشوف القانون، خصوصا هو اهم حاجه يعني علشان تبدا اللي انت عايز تبداه ده، ماده الفتره الانتقاليه دي تتلغي. اشوف ما انا مش. على فكرة انا يعني متعلم الحمد لله، يعني بكالوريوس تجارة محاسب كمان. فانا تمام. عندي دراية وعندي وعي، أنا من كده لازم اكيد. اعرف راسي من رجلي الاول. تمام. عامة احنا لسه قاعدين هنشوف القانون هيطلع، ولو طلع بشكل مش يعني غير انا مرضي عايز اقول هيتم الطعن لحضرتك عليه. ان اسكندرية كلها، يعني انا عندي اصحاب كتير في اسكندرية. اسكندرية تمام. كلها يعني 90% منها ايجار قديم. الناس دي كلها تروح فين؟ اه هترمي في الشارع؟ اه هي المفاجأة ان اسكندرية كلها ايجار قديم، والملاك خواجات. يعني سيبك امم من بعض اللي اشتروا جديد دول، لكن يونانيين. في. ايوه. يونانيين. يونانيين وايطاليين ويهود في عدد كبير، امم املاكهم. ايوه بالظبط. حصل. فانت دلوقتي انت هتعمل قانون تخرج المستأجر المصري عشان تملك الاجنبي، ما دي برضو صح. نقطة هو هنتكلم انا فيها. هو حضرتك معمول القانون ده اصلا، يعني الرئيس لما عمله عشان حاجة معينة، عشان وسط البلد. هي وسط اه البلد جنبينا، يعني بيني وبين وسط البلد حوالي تلت ساعة، مش بعيدة عني. طب انت يعني في شقة رأيك تبقى ليه، كده. الحكومة مش بتتفاوض مع السكان دول وتخلص الأمر بدل ما تعمل دوشة في البلد كلها؟ حضرتك انت عارفة الشعب المصري ما بيجيش الا كده. الشعب اه المصري ما بيجيش بالتفاوض. اه فده معمول عشان ده بس، السيئة بتخص والحسنة بتعم. بس بقى العكس عكست، يعني السيئة عمت الكل. في ناس امم مساكين خالص ما تقدرش تدفع. ده ما في ده اللي انا ناس بقوله. تحت اه خالص. صحيح. انا ما طلعش معايا ومعظمها حد من اوقات. وسط البلد غير بس حد تاجر، والتجار كانوا دافعين فلوس كتيرة قوي في محلات وسط ما هو البلد دافعين الحقيقة. مشترين العقود، ما هم الناس دي برضه هتتظلم. ايوه ما هو ما هو ده اللي مشترين احنا العقود بنتكلم دي فيه. بملايين. ايوه فلما بالظبط. ادفع دم قلبي في عقد بمليون ولا مليون وشوية من سنة كام، ويجي دلوقتي يطلع قانون يطردني، انا ممكن يجي لي سكتة قلبية فيها. انا طلع عايز قرار اقول فعلا بكرة لحضرتك ولا ان لا وبناء عليه؟ انا ورثة صاحب البيت ما كلمونيش اصلا لسه، ولا اتكلموا. هم اتكلموا مع اللي فوقيا 59 سنة، انما ما جوش يتكلموا معايا عشان عارفين ان انا بعرف ارد عليهم واعرف اتكلم معاهم. ما جوش 59 كلموني سنة في ده اي ملوش حاجة. دعوة. ما هو ملوش دعوة، بس بيتفاوضوا معاه ان هو يشتري، بدل ما يدفع يشتري. في طب مش هوافق. اخد في مش مكان عايز افضل. تشتري انت؟ لا، ما اه اخد في مكان افضل. ده عارضين مبلغ خرافي، يعني بيقولوا عايزين اللي كام؟ فوقية 600 ألف جنيه. الشقة مساحتها قد ايه؟ 600 ألف جنيه في شقة في حارة في منشية ناصر، قد يعني ايه منطقة المساحة؟ أصلا عشوائية. مساحة 70 كبيرة متر؟ بس منطقة. لا أكبر. اه 90. 90. لا هو مم. يعني منشية نصر يعني، لا وكده يعني هم. عشوائية. امم عشوائية، خلينا صراحة. ايوه ايوه. هي قريبة من كل حتة في البلد، بس في الأول والآخر إيه؟ مبنية على جبل، عشوائية. مش مكان اللي هو يعني يدفع فيه الرقم ده. على كده بقى القانون ده لو اتطبق، انا ارجع الشقة زي ما بابا الله يرحمه خدها. مش انت عايزني اخلي لك العين؟ تروح لنا ماشي انا موافقة شكلها اخلي ايه؟ لك العين. بابا كان واخدها نصها متمحر حضرتك، ونصها على الطوب الاحمر. هو اللي مظبطها، وهو اللي مدخل اه فيها الكهرباء، وهو اللي مع احترامي ليك عامل لها البلاط. يعني بابا كان واخدها من غير حياة اصلا. دفعته كتير ها؟ دفعنا كتير، وماضي كمان على وصل على بياض للمالك الله يرحمه، فوق ايه المبلغ وصل اللي على بياض دفعه. ده؟ يعني بابا الله يرحمه دفع 3000 جنيه، ده بكلام ماما امم ومكتوبين في العقد. شفتهم بعيني امم مكتوبين في نص العقد.
وكمان ماضي على وصل على بياض لصاحب الملك الله يرحمه اللي توفى، يعني يثبت حقه. اه كان بيمضي زمان على وصل على بياض. و... تمام. وده مكتوب في العقد، يعني ده مثبت في العقد ايوه يعتبر مثبت في خلوي، العقد يعني زي القديم. الخلوي. الله ينور عليك. يعني ده انت سنة دلوقتي انا بقى، كام؟ احنا كنا 93 تمام. طب انت الملك جه دلوقتي انا يتكلم بقى معاكي في حاجة قال لك؟ لا هما بيلقحوا بألفاظ سوقية بس علينا، اللي مش عاجبه هنرمي له فرشه بره. مش عاجبه ايه بقى؟ اللي مش عاجبه القانون ومش عاجبه الزيادة اللي هتطبق ومش عاجبه ده، هيخليه يسيب اه البيت ونرمي له فرشه بره. فانا بتكلم، احد الورثه بتوع الملك قالت لي انت مش ليكي ان انت تتكلمي، انت حيالله ساكنه، انا هرمي لك فرشك بره، بنفس اللفظ كده. امم دلوقتي هو هم الريس مع فاكرين ان هي غابة، يعني ممكن هو اساسا ما يقدرش يتعرض لك ولا يقدر يجي جنبك الا بحكم من القاضي، حتى لو قاضي الامور الوقتية هو برضو ما يقدرش يجي لا جنبك، لا ومحدش وعايزه اقول يقدر يطلعك غير بتوع التنفيذ، هم اللي لا يقدر عايزه اقول يطلعوا. لحضرتك ان معامله زباله من ساعه ما القانون ده يعني بدأ يعلنوا عنه ان هو هيتصدر خلاص ويتنفذ. امم منتهى قله الادب، منتهى المعامله السوقيه، شتيمه وتلقيح وهم طالعين وهم نازلين. هو في ايه يا جماعه؟ في ايه يا جماعه؟ امم واحنا فين هنا؟ انت بتاخد مني يا احد الورثه، يا اللي انت حاطط ايدك على كل حاجه قبل ما التركه تتقسم، بتاخد مني زياده وانا مش بتكلم من قبل ما القانون يتطبق وما اه اتكلمتش. يعني انا في بلدي اللي انا قاعده فيها، منطقه ريفيه جدا يا استاذه سما، اعلى ايجار كان 80 جنيه فيها، ومنطقه ريفيه ما ترضيش انت تعيشي فيها. دلوقتي باخد مني 250 جنيه، وقلت مش مشكله عادي، ده بعيدي بقى عن الميه والنور، انا بدفع ميه 130 جنيه ميه، المية مع ان مشترك. مشترك، مع ان ده اللي مش بيجي مع يعني شقتي اصلا المفروض عدل ربنا ادفع عليها 40 جنيه، هو بياخد مني 130 جنيه، ادي قمه الظلم. يعني انت لا راضية هو بكل حاجة، هو عايز ايه تاني؟ لا ازاي بقى؟ ممروع بقى، ومامته تقعد تلقح ومراته تقعد تلقح، واخته النهارده بتقول لي انت حيالله ساكنه في البيت، انت لو مش عاجبك ارمي لك فرشك بره. هي وصلت لحد كده؟ هو الريس عامل القانون ده عشان الناس تاكل في بعض؟ لا هو الرئيس يعني مع ملوش احترامي علاقة. لحضرتك، الرئيس عامل القانون ده عشان الحكومة البلد قوم نفسها على هي اللي بعض. عاملة طب كده. الغلا وده 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 واحنا ساكتين فيه، امم غلا احنا ساكتين فيه. حضرتك بتقول متوسط الإيجار 1000 جنيه و20 ضعف، يعني احنا دلوقتي هندفع ايه ونسيب ايه؟ حضرتك انت اصلا عارف احنا بناخد قد ايه؟ ما هو اللي قاعد على كرسي يا استاذ عمر مش حاسس باللي قاعدين تحت. ما تفكرش ان الناس كلها قاعده على كراسي، ده في ناس مش لاقيين الكوته زي ما بيقولوا، اقسم بالله في ناس ما لاقيين الهوا حتى. اه لا لا، في ما ناس تبص كتير لمحدود عشان كده الدخل، انا عارفة. انا ده في عارفة ناس الناس كمان، في ناس يعني ال الدخل بتاعها 250 جنيه اقسم دول كتير بالله 2000 عليهم جنيه جدا. و2000 ونص وبيمشوا حياتهم على كده. ما تبص امم انا ادفع ليه ده كله في شقه؟ خلاص انا يا سيدي موافقه على القانون اللي انت بتقول عليه، انا موافقه، بس يوم ما اسيب الشقه هرجعها كما كانت، هو مش انتوا هسيب فيها مفيش مسمار حاجة اسمها زي ما ابوي مفيش خدها، حاجة اسمها ان انت هتسيب الشقة، ولا في طرد، مش هسيب فيها ولا مسمار. ولا في تحرير علاقة، ولا في الكلام ده كله. الحكومة عايزة انا توصل والدي للي انت واخدها قلتيه دلوقتي. نصها ثواني بس حضرتك، استنى 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 يا الحكومة عم عايزة محمد. توصل. نصها متمحر ونصها طوب احمر. ده يرضي اه مين ده؟ ويرجع يقول لك احنا بعد 7 سنين هنعوضكم. ده بعد 7 سنين اصلا مش هتكون انت موجود اساسا، صحيح. هتعوضنا فين بقى ان شاء الله؟ يبني في اسكان وعمال يبني في ده وعمال يبني في ده. طب ما احنا افرض مش معانا مقدم من الاسكان، احنا كبشر مش معانا مقدم من الاسكان، عايشين يومنا بالعافيه. انت عايز تولع في البلد ولا عايز تعمل؟ وصدقيني صدقيني انا حيالله صوت، بس بتمنى ان صوتي يوصل. لو القانون ده اتطبق يا استاذه سمر البلد هتولع، صدقيني. هيفتح بيبان وهيخلي الناس تصور على حاجات هي كانت ساكته عليها كتير، صدقيني. اهو انت بتقولي الملك لسه مفيش حرام قانون ولا في حاجة، حرام، ويعني سلوكه غير منضبط وبيعمل فينا كده، بيعمل فينا صحيح. وخلي بالك ده حيالله بيت يا استاذ سمر، حيالله بيت ورثه. البيت اللي انا قاعده فيه ده حيالله، يعني الشقه ممكن لو اكون قاعده فيها انا ووالدتي بتاعه 3 4 ورثه. امم انت بتتكلم بناء على ايه؟ لان لسه التركه ما توزعتش بتاعه المتوفي اللي هو المالك. انت بتتكلم بناء عن ايه؟
اي والناس دي قانون، هات معاها لي القانون اللي انت بتتكلم عنه ده، والناس دي معاها عقود هات لي مسجلة القانون اللي انت للأرض، بتتكلم عنه. هم ورثة صاحب البيت. مسجلين، لا ايوه مسجلين ايوه ورثة. أرضهم، مسجلة، تمام تمام. لا في مشاكل على الورث، وبمعنى اصح ابن الاخ اللي مسيطر على التركه كلها، مش راضي يسلم الورثه اصلا حقوق. ما دي المعركة التانية اللي البلد هتخش فيها، يعني المعركة الأولانية مالك ومستأجر، والمعركة التانية بقى ورثة الملاك لما يتخانقوا مع بعض بقى على الورث، يعني هتبقى يعني من كل حكاية، انا كنت من دخلت كل في ناحية. لايف مع الاسطان اللي هو مسؤول عن الملاك، لقيتني بتعامل بطريقه زباله، كأن انا يعني احد اللي كانوا طالعين معاه في اللايف تطاولت عليا وهو ما اتكلمش. هو مم. الراجل ده اصلا لا مجرم. لا، يا خلينا استاذ مصطفى ملتزمين يا ده، علوان، خلينا ملتزمين، يعني ثانية والله معلش قلت احنا انا بقول والله لك ليه يا استاذه ملتزمين؟ سمر انا اللي اتعاملت قلتها. معامله. ليه عايزانا ف- نلتزم؟ ليه عايزانا احنا نلتزم وهو ما يلتزمش؟ بس كان بيهنا بيهين اصل احنا لازم نبقى اخلاقنا ثانية كده. واحدة يا أختي يعني السماء. انا انت لا لا عاجبني ثانية لازم، يوسف واحدة، طارق. هو ليه الأحقية لا هو لازم، لا مش يا معنى فندم ان انا في حد عاجبني. ثانية واحدة سيء يا أختي الاخلاق سمحتي انه اسمعيني يدفعني بس، ان انا كمان اكون سيئة الاخلاق. اسمعيني سمحتي. اوعي تفتكري ان اتفضل. انا مستاجر، انا مش مستاجر، انا مالك، ومالك لبيت واثنين وثلاثه واربعه وخمسه ورث، تمام؟ بس انا رافض الموضوع ده نهائي ربنا نهائي. يكرمك. ليه ربنا نهائي بقى؟ يكرمك. ليا مبرري صح. ليه؟ اتفضل ايه اتفضل. ايه المشكله اللي عملها المستاجر غلط في ايه؟ ايه اللي صح غلطه المستاجر؟ ان هو راح صح. فكر بالقانون بالتراضي ومضى عقد من المالك، والمالك اخذ اللي اخده، والراجل اخذ شقته ووضبها وصرف عليها دم قلبه، واللي كان متغرب دفع عليها غربته كله، واجي النهارده اقول له مع السلامه؟ في اي عرف ده؟ في اي عرف، في اي شريعه وفي اي مله؟ انا عايز صح افهمها، رغم ان انا مالك ومستفيد جدا جدا. صح. انا حررت عقود لناس تمام قبل 95 مم. واخدت منهم كتير جدا خليهم، مم. والناس اخدت الشقه ووضبت وصرفت دم قلبها. ها لما يصدر قانون بالشكل ده اقول له ايه بقى؟ ها اقول له ايه؟ انا ماضي له العقد بتراضي وبموافقه وعارفين ان ما فيه يا استاذ طارق، ما انا بقول لحضرتك اهو، اخلي بقى ارجع الشقه زي ما بابا الله يرحمه كان واخدها بقى على الطوب يا الاحمر اختي والمحار. انت بالنسبه لي وانت عايز نسيب الشقه وبتعاملني باسلوب زباله اسمعيني بس، وتلقيح على وقصص اصل امانه قولي له بالله واشرب ارجعها ميه. بقى. الايصال الامانه اللي بتقولي عليه ده بيقولوه ويشربوا ميه. الله ينور عليك، كان ممضي يا والدي ستي ما رحمه الله ينفعش، عليه. لان الطب الشرعي هيقول ممضي والدي رحمه الله عليه، الايصال اتملى في واخد منه تاريخ 3000 جنيه والتوقيع في في تاريخ. 90. يا ستي اسمعيني بس، خدت بالك؟ انا كراجل مالك بقول لكم انا اتفضل. معترض، انا معترض عليه، كل شيء فيه انا معترض عليه. زياده طب حضرتك الاجره متصور السيناريو هيبقى عامل ازاي؟ حضرتك بص متصور هقول لحضرتك السيناريو على هيبقى حاجه، هم لهم مصلحه، هو مخالف للدستوريه تمام؟ صحيح. مخالف لحكم المحكمه الدستوريه الصادر ب 2002 بالامتداد، واقروه في 2011 واخد في حكم تاني في 2019. والمحكمه الدستوريه في شهر 11 2024 تكلمت على زياده الاجره فقط لا غير. مظبوط؟ صحيح. نلتزم بقى باللي قالته المحكمه الدستوريه، اللي اقحم التجاري والتجاري اتبت فيه خلاص زودوهم، وبعد كده 2% كل سنه الى ما شاء الله. ايه اللي اقحم التجاري وايه اللي دخل بند الفتره الانتقاليه؟ المحكمه الدستوريه ما قالتش كده. المحكمه الدستوريه صحيح. قالت دون غلو ولا شطط، وتبقى في ايد مجلس الشعب، ما تبقاش في ايد فندم مجلس النواب فين طيب في حتى القصه لا دي؟ يستغل المؤجر حاجه استنى يا علوان. المستأجر للعين. تمام؟ ايوه انا عايز صحيح. ايه اللي اقحم بقى الحاجات دي كلها؟ خليهم يصدروه. طب ما هيطعن عليه في الدستوريه وهيبطلوا بندين منه، التجاري والفتره الانتقاليه هتقف، الاثنين دول في المحكمه الدستوريه هتبطلهم. والقيمه الايجاريه، والقيمه لا، الايجاريه طبعا. القيمه الايجاريه زياده اوكي، لا لكن انت عندك القيمه الايجاريه القانونيه لازم تبقى 5 اضعاف زي الاعتباري لما زاد وزي اللي تكرروا الدستوريه احنا موافقين بيه، بس مش عايزين تمام. أكتر.
لكن تيجي تقولي لي احرر، طب ذنبه ايه المستاجر؟ هو المستاجر ايه اللي غلط فيه؟ راجل اتبع القانون، حرر عقد بموافقه الطرفين، اوكي تمام التمام، مفيش اي غلط بالنسبه للمستاجر. هو ماله المستاجر؟ عمل ايه غلط؟ صحيح صحيح. ايه اللي غلط فيه؟ لا هو ما الراجل غلطش في خالف حاجة، القانون؟ كاتب عقد في ظل قانون مصري ايوه، سليم هو المستاجر خالف القانون؟ ما خالفش لا. القانون، ولا المالك خالف القانون. تمام؟ طب عايزين ايه؟ انتوا ليه بقى، ايه اللي في دماغكم بالظبط؟ عايزين ايه؟ تهبشوا ايه؟ عايزه تهبشوا ولا حراميه العقارات ومافيا العقارات اللي داخلين فيها؟ من اكبر مافيا العقارات في مصر. من غير تشخيص. لا ليه ما عشان نشخص؟ ليه يا اختي؟ ليه ما نشخص؟ آه لا نشخص لازم وشوفي مين بص مشاركه. بص ماشي، شوفي لازم مين من لازم الاعلاميين بص، مشاركه. لما تلعب ماتش تبقى عارف قوانينه عشان ما حدش يحسب عليك فاول. لا يحسب اللي خليك يحسب، حرفي، واللي خليك يعمله حرفي. يعمله، اللي يعمله يعمله. لا هو انا واللي لوحدي يعمله دلوقتي؟ يعمله بقى. ما هم بص، جابوه، ما اللي هو يعمله فضحوهم على يعمله في منه قناه بالافتراء فضحاهم اوراق فبيترد عليه. ومستندات. يعني انا هيجي يمسك فيا انا ويسيب القناه اللي فضحتك عيني عينك؟ ولا زلتين الاثنين زي بعض ما عندناش برضه. خلينا بنتكلم اللي لنا واللي علينا. مخالف للدستور. انتوا بتخالفوا الدستور، يبقى انتوا ما بتعترفوش بقى بالاحكام الدستوريه، وعايزينها ايه بقى؟ عباطه في هباله. لا ما ينفعش، حرام. الناس تروح فين؟ انا عندي سكان كنت بخبط عليها اخد منها ال5 جنيه، معاش ال5 جنيه تديها لي، تقول لي تعالي لي بكره، ممكن تيجي لي بكره؟ طب دي نعملوا فيها ايه دي؟ ما ربنا عرفوه بالعقل يا جماعه. هي الناس مش مستحمله، الناس مش مستحمله تاخد نفسها، هي تحط عليها كمان. ايه المرار تمام. الطافح ده؟ نسمع إيه؟ بقى عم محمد يقول لنا كلمتين كده يبوظ لنا اللايف كله بقى. يلا عم محمد. ايوه مساء الخير يا فندم. يلا يا عم مساء الخير انور. يا أستاذة. ما- بهزر معاك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا المهندس أهلاً احمد وسهلاً. جمال. انا مالك تسمحوا لي اتكلم، بس انا اكون هادي ثانية واحدة بس اتفضل يا اسمع فندم. عم انور. وعايزكم تبقوا عشان هادي أنا لا ماشي قدرت- ماشي ماشي. عايزكم خليه تبقوا ماشي. هادي خليه خالص خليه يتكلم. ونهدى ماشي، ماشي. شويه. انا هتكلم عن اتفضل يا احمد شخصي. بيه. انا اتفضل يا هتكلم أحمد عن شخصي، مش هتكلم على اي مالك تاني. انا راجل مالك تمام. عقار. العقار بتاعي 14 شقه يقع في مدينه المهندسين. القيمه بتاعته السوقيه تعدت ال 120 مليون جنيه. العقار كاملا بيجيب لي اجره شهريه 210 جنيه. العقار ده مبني سنه 70 في مدينه المهندسين، وانا المالك الوحيد ليه بعد وفاه الاخوه رحمه الله عليهم. خلاص، عندي كل ما هو مشاكل الإيجار القديم متواجدة عندي البيت. لكن أنا عايز أتكلم في حاجة ليكوا كلكم، معلش مع احترامي للمستأجرين اللي هم فعلا محتاجين دعم الدولة. هل يعقل إن إحنا نفضل على القيمة الرديئة دي للإيجارات؟ هل يعقل إن واحد ملوش علاقة بعقد الإيجار يجي يحتل الشقة؟ هل لا. يعقل مستأجر معاه احنا ردينا وربنا يا كرم؟ فندم على الكلام ده. انا هو هكلمك حضرتك بس عشان أول والله مرة يا تدخل دكتوره، معانا. يا دكتوره الله احنا يبارك فيك. ردينا على الكلام ده. ايوه يعقل ليه؟ لانه دفع خلوات. حضرتك باني سنة 70، حضرتك واخد دعم من الدولة. يعني ايه دعم ولو من ممكن- الدوله؟ ولو يعني ايه لو ده؟ لا ممتدين بس استنيني ثانية بس. واحدة، أنا معلش سمعت انا راجل حضرتك. مهندس ثانية معماري واحدة. على فكره. يعني ايه دعم من الدوله؟ ثانية واحدة، يعني ايه دعم من الدولة؟ يعني ايه؟ يعني بعد خدت إذنك، حديد واسمنت وخدت دعم في الضرايب وخدت ما مين دفعتش قال لك ان انا ضرايب. طب انا هضحكك بقى، انا هضحكك لا مش على انا كلمه مش عايزه دعم. اضحك لان انتوا ضحكتوا على الناس كتير لا قوي. لا لا، انا ولما دخلت هضحكك على انت سنة شخصيا. 75 حضرتك خدت تخيلي بقى، خلوات. تخيلي انا فحضرتك الشهر ما اللي تقولش فات. كلام مش مظبوط. لا لا لا، انا بقول كلام العمارة مظبوط لان بتاعتك- انا اللي واقع في العمارة مشكلته. ثانية واحدة. لا يا فندم، ثانية لا يا واحدة. فندم، لا ثانية اديني انت بس واحدة. ثانيه وانا لا انا هخرج اديتك بكل ادب فرصتك. واحترام. لا انا لا انا جالي اديتك فرصتك. مش هينفع ان انا ادي لك فرصتك وانت ما تسمحش لحد يتكلم. حضرتك واخد دعم، ولو بعت شقق دخلت في 75 فانت حضرتك خدت فيها خلو. اخدوا وكمان خلو واخدوا حضرتك- الدعم واخدوا اعفاء الضرايب، كل ده طبعاً. بالتاخد. طبعا معلوه عليا انا لا، كأنا هو زيه. بيقول لي حضرتك ما خدتش بالك، بيقول لي عقار بتاعه دلوقتي يساوي 120 مليون. اقسم بالله انا وهو عندي لما العقار بتاعي تسكن معروض على كان كام؟ 75 مليون. انا عقاري هو بتاعي لما معروض على سكن 75 مليون.
هو تمام. لما سكن المستأجر كان كان عارف. العقار يساوي كام؟ سيبك من كل ده، انت لما مضيت العقد ايه ذنب المستاجر؟ ما انت كنت عارف او والدك عارف ان بيمتد ل4 5 اجيال، صح؟ انت مش مضيت على كده صحيح وعارف كده؟ صحيح صحيح صح كده؟ صحيح مش هو كان ماضي وعارف كده وبالتراضي؟ ها؟ وواخد خلوه، صحيح. وواخد مين خلوه اللي اكتر خلى من كده. العقار بتاعه يساوي 120 مليون؟ انت عارفه اختك كانوا بيعملوا ايه اللي زمان؟ عمل له ده العقار ده كان مبني في الصحراء، اكيد اسمعيني كان مبني بس، في الصحراء. اسمعيني، انت عارفه كانوا بيعملوا ايه زمان؟ افترضنا السقف كان بياخد 3 طن حديد، بيقدم على اه 5 طن، بيقدم على 5 طن، كان تمام الطن الحديد ب 80 جنيه، كان بيبيعوا في السوق السوداء ال3 طن الزياده اللي هو واخدهم بكام؟ ب 170 جنيه، وياخد الفلوس دي، بياخد الدعم، ياخد بكميات كبيره، يشتغل والباقي منها يبيعه ويكمل بيه الدور اللي بعده. امم ده غير الخلو. انا عندي عندي ناس معارفي واخدين عندنا شقق طوب الاحمر، دفع الخلو ال40 وال50 الف جنيه، واخد على الطوب الاحمر، شطب على حسابه كل شيء. الراجل اخد منه ال50، بنى بيها الدور كامل اللي فوق الشقتين، تمام. وهلم جرب يبني بفلوس الناس ويرجع يقول لك ايه وايه، والخلو رايح كله، مش ساكن بالنص والنص، لا كله رايح. طب في اي عرس وفي اي مله وفي اي دين نقبل الكلام ده؟ ونيجي في الاخر نقول له بعد ما عمل الساكن كل ده نيجي نرميه في الشارع؟ لا، في ملاك ما مظلومين. النظام اللي قفل الشقق ده انا معاكم طرد، وحق الامتداد لجيل واحد. اصبر يا اخي، اصبر. الجيل ده بقى ما نزلتك في 2002 الحكم لجيل واحد، يعني طب لك معلش، حق. اللي قافل الشقة دلوقتي انت عندك عسكري اتجند في الجيش 3 سنين وقفل شقته، حضرتك هيرجع من التجنيد يلاقي شقته اتاخدت لا مثلا؟ لا لا لا، ما اقصدش دي، انا مش مقصود اه كده. في ناس مسافره طيب بره يرجع اه لبيته. الله، لا 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 اه لا, لا. مش ده يعني المقصود. بشروط، يعني الشقق لا المغلقة لا لا، بشروط. لما يكون مثلا راجل اتوفى وساب زوجته اه وولاده كلهم راحوا اتجوزوا بره، وبعدين الزوجه اه دي توفت، تيجي تدفن امك وتقفل الشقه 15 سنه وانت ساكن بره، لا دي بقى نقدر نقول لا دي يعني بحق. لازم شروط، ايوه طبعا، لازم طبعا، شروط تمام، ايوه. علشان بس ما تبقاش انت ساكن، فوضى كده كل واحد انت معلش يا يدعي فندم، يعني. هو متزوج ساكن في ملك ولا إيجار؟ ايجار.